بتبتدي قصة فيلمنا بشرطي بيجري في محطة مترو، وكأن في حد بيطارده، وبيدخل غرفة وبيلاقي شباك قدامه دولاب، وبيزقه بيلاقي شباك حديد، وفجأة دواليب الغرفة بتتفتح لوحدها، وبيكون فيها مرايات كتير، وبيكون خايف جدا جدا، وقعد يكلم نفسه في المراية، والمراية كانت بتتشرخ، وفضل يكلم المراية ويترجاها تبطل تتكسر، وقعد يبكي وكمان ينضفها، وفجأة وقع قطعة من المراية على الأرض، ففضل يتأسف للمراية ووطى يجيب القطعة المكسورة، لكن صورته في المراية كان واقف وكان خايف جدا من صورته، واللي في المراية عور نفسه في رقبته بقطعة المراية، وهو في نفس الحقيقة بيتعور في رقبته. وده بن بطل الفيلم، وديت أخته إنجيلا، وبيروح عشان يستلم شغله الجديد بعد ما ساب الشرطة، وبيعرف من زميله ان شغال هنا من 15 سنة، وبيعرف كمان ان احد العائلات خدوا المبنى اللي هيحرسه بعد ما اتقفلت مستشفى سان ماتيو سنة 1952. وبيقول له ان المكان مخيف بالليل عشان مفيش كهرباء وفي مرايات كتير، وبيحذره انه يبعد عينه عنها. وبيعرف ان زميله اللي قبله كان اسمه جاري لويس، وكان عنده هواجس من المرايات، وكان دايما بينظفها طول الليل، وديت مراته ايمي، بس على خلاف مع جوزها. وبتعرف من الدادة ان الاطفال مع ابوهم فوق، وبيكون بن جايب هي عربية هدية لابنه عشان عيد ميلاده، وبعدها بتتكلم معاه وتقول له انا طلبت منك ما تجيش من غير ما تتصل، وبيقول لها اتصلت بيكي كتير وانت ما بترديش، ويقول لها انه لسه بيحبها ومحتاجها تكون جنبه، وبيقول لها كان عايز يشوف الاطفال. وبيروح بين شغله بالليل وبياخد كشاف وبيدخل المبنى، وبيلاقي تماثيل كتير، وبتيجي الاضاءة على المراية بيلاقي بصمة ايد وبيحاول يمسحها ما بتتمسحش، وبيلاقي بصمات ايادي كتيرة على المراية، وبيشوف باب بيتفتح في المراية، لكن في الحقيقة الباب بيكون مقفول، وبيفتح الباب وبيلاقي سلم لتحت، وبيرفع مفتاح الكهرباء والإضاءة بترجع تحت في البدروم، وبيكون فيه مية كتير، والباب بيقفل لوحده. وبعدها وهو في الحمام بيمضمض، ولما بيرجع يبص في المراية تاني بيكون شكله متغير وبيخض وبيقع على الأرض، ولما بيبص تاني في المراية بيكون شكله طبيعي. وفي تاني يوم بالليل بيتجول برضه في المكان، لما بيضرب بالكشاف في أحد المرايات بيلاقي بصمة ايد، ولما بيحط ايده عليها المراية بتتشرخ وايده بتتجرح، وبيلاقي الشرخ بيختفي من المراية، وبيلاقي حد في المراية وراه بيتحرق، ولما بيبص وراه ما بيكونش في حاجة، ويبص تاني بيلاقي في ناس والعة والنار بتمشي على الارض وبتمسك فيه وبيقع على الارض، وفي الحقيقة ما بيكونش فيه نار اصلا. وبيلاقي محفظة، ولما بيفتحها بيلاقيها بتاع الشرطي اللي ظهر في اول الفيلم واسمه جاري لويس، وبيرجع على الكرفان بتاعه بيعمل اسعافات على ايده المجروحة، وبيفتح محفظة لويس وبيلاقي ورقة مكتوب فيها اسكر، وبيرجع تاني للمبنى وبيسمع صوت وبيسأل مين اللي هنا، وبيجري وبيدور على مصدر الصوت، وصدفة بيبص في مراية بيلاقي ايد طالعة وبيتخض، ولما بيبص في الحقيقة ما بيلاقيش حاجة، فبيحط المراية قدام الباب اللي فيه الايد، وبيبص في المراية بيكون في سيدة بتتألم، وفي الحقيقة مفيش حاجة، فبيفتح الستارة ويبص في المراية بيلاقي السيدة شكلها مرعبة جدا، وبتكون متحمصة ومتفحمة، وابنه بيصحى على كابوس، وامه بتطمن عليه وبيقول لها في واحدة بتصرخ في المراية، وبيشوفها تاني. وبين بيستلم طرد مرسل من جاري لويس اللي مات في اول الفيلم، وبيسأل زميله عن مقتل جاري لويس، وبيقول له مات في محطة مترو، ولكن ما بيعرفش مات ازاي، وبيروح لزوجته عشان تساعده عشان يعرف جاري لويس مات ازاي عشان هي دكتورة في المشرحة، وبيعرفها انه بديل ليه، وانه بعت له طرد قبل ما يموت على طول، وتقريبا بيحذرني من الشغل ده، وبيعرف انه مات منتحر، وهي ديت الاجابة بقطع في الرقبة بقطعة مراية. فبين بيستغرب وتطلب منه انه يمشي، فبيطلب يشوف ملفه وبالعافية بتوافق، ولما بيشوف الصور بتكون قطعة المراية عليها دم في المراية ونضيفة جنبه في الحقيقة، وهي تقول له ده تصوير ضوئي عادي، واخته بتكون قدام المراية وبتروح تاخد الشاور، لكن صورتها في المراية بتبص لها بغيظ، وفجأة بتفتح فكها
بايديها الاتنين في المراية، وفي الحقيقة بقها بيتفتح جامد لغاية ما بيتقطع خدها من الجنبين وبتموت في الحال. وبيجي بن وبيزق الشرطة وبيلاقي زميله لاري هو اللي بيحقق، ولما بيشوف اخته بيبكي بحرقة وبيكون حزين جدا جدا عليها. ومراته بتواسيه وبيقول لها انا عارف مين اللي عمل كده، وبتسأله مين فبيقول لها المراية. وبيروح لمكان شغله وبيضرب المراية بكرسي حديد، وفجأة المكان كله بينور، وبيضرب المراية بمسدسه كذا طلقة، لكن الطلقات بتختفي وأي آثار خدش بتختفي. وبيبكي جنب المراية ويقول لها عايزة ايه مني، عايزين ايه مني. وفجأة في حروف بتتكتب على المراية وبتكون اوجد اسكر، اللي كانت موجودة في محفظة جاري لويس. وبيدور على اسم اسكر مع زمايله في الشرطة لغاية ما بيوصل لواحد ذكره جاري لويس، وبيعرف انه مات وله فيديو، فبيروح وبيشوفه وبيكون مشوه، وبيكون اشعل النار في الشقة عشان يحطم المرايات، عشان المرايات قتلت مراته وابنائه الثلاثة برضه، وطلبوا منه ايجاد اسكر برضه. وبيمشي على طول على اسرته وبيفك كل المرايات الموجودة في البيت، واطفاله بيكونوا خايفين ومرعوبين، وبيدهن المرايات اللي ما بيعرفش يفكها لغاية ما بتيجي ايمي وبتطلب منه يمشي، يا اما هتطلب الشرطة، وان الاطفال مرعوبين منه، ويقول لها انا مش مجنون، المرايات ديت خطر عليكم. وبيطلع بره عشان تصدق وبيضرب المرايات بالرصاص، لكن بتتكسر وبيحس بخيبة امل قدام مراته، وبيتأسف وبيركب عربيته وبيشوف في مراية عربيته جثة اخته وهي مقتولة. ولما بيبص في الحقيقة ما بيلاقيش حاجة، لكن كان هيعمل كذا حادثة، فبيكسر المراية بإيده. وبينزل البدروم في شغله وبيلاقي يافطة قديمة المستشفى سان ماتيو، وبيلاقي بلاطة بينزل منها مية، فبيكسرها وبيكسر الطوب البايش اللي وراها لغاية ما بيدخل وبيلاقي مرايات كتيرة جدا وكرسي في النص وفي أحزمة فيه. وبيطلب من لاري زميله في الشرطة إيجاد ملفات المرضى في مستشفى سان ماتيو وخصوصا عن إسكر. وفعلا بيجيب له ملف آنا إسكر وبيقول له كانت مريضة لدكتور اسمه كين، وبيقول له ماتت وهي عندها 12 سنة، ومكتوب ان المرضى مشوا بالليل يوم 12/6 سنة 1952 وماتوا كلهم بما فيهم البنت آنا إسكر. ودكتور كين تم اعتقاله ووجدوه ميت في زنزانته عشان قطع شرايينه بقطعة مراية. ولما بيروح يشوف صور للبنت والممرضين والدكاترة وبيشوف تصريح بتشريح جثة آنا إسكر يوم 6/10/1952، وكان عندها انفصام شديد، وبيعرف إنها من بنسلفانيا. وإيمي بتنده على ابنها وبيكون قدام المراية بيلعب، لما بيقوم صورته بتكون زي ما هي في المراية، فبتتخض وبتقول لبن اللي حصل. فبيروح على البيت وبيكمل تغطية المرايات بالدهان بالكامل، وهي كمان بتساعده. ومراته تطلب منه انه يرجع وتقول له كان لازم اصدقك. وبين بيروح بنسلفانيا عشان يسأل اهل اسكر، وبيكون اخوها راجل عجوز، وبيقول له ان كان عندها انفصام شديد والدكتور كين دفع كل تكاليف المستشفى، ويقول له ماتت مع المرضى. وبين بيقول له معايا تقارير بان انا خرجت من المستشفى قبل يومين من موتها، فازاي؟ فالراجل بيقول الحقيقة انها قعدت معانا فترة بعد المستشفى ومشيت بعدها عشان كان بيحصل لها حاجات غريبة وخصوصا بالمرايات. وبيعرف انها مشيت على الكنيسة. وبيقابل آنا إسكر وبتكون سيدة عجوزة، وبيقول لها انه اسرته في خطر بسبب المرايات، ويقول لها المرايات طلبت اني الاقيكي. فبتقول له لما كنت في المستشفى كان علاج الدكتور كين انه يجبرني ان انا انظر للمراية بالعافية، وبكون متكتفة، وكنت بشوف حد بيضحك لي وبيدخل تاني للمراية. ومن اليوم ده تم جمع كل الارواح اللي اتقتلوا في المرايات، وبتعتذر ان تروح معاه لان بكده هتجلب الجن للمكان اللي هي عايشة فيه هي وزمايلها. وبيديها صورة اسرته ويترجاها، لكن هي بترفض، ويقول لها في اسر كتير اتدمرت وانا كده اسرتي اللي عليها الدور لو ما ساعدتنيش. وايمي بتكلم بن وبتقول له المية في كل مكان، ويحذرها تاخد بالها من انعكاس المية، وبتلاقي في دهان متشال من على المرايات. فبيرجع بن تاني لآنا إسكر وبيهددها بالمسدس انها لازم تيجي معاه حالا عشان اسرته ما تموتش. وايمي بتقفل المية، ولما بتقفل مية البانيو بتشوف صورة ابنها،
وبتبص وراها ما بتلاقيهوش، وحد بيشدها في المية بالعافية، وبنتها بتقوم من النوم وبتلاقي مراية وأمها وراها. لكن لما بتبص وراها ما بتلاقيش أمها، وأمها في المراية بتكون ماسكة مقص وبتمسك بنتها، وكانت لسه هتقتلها بالمقص في المراية. لكن أمها الحقيقية بتلحقها في آخر لحظة وتقول لها اوعي تتحركي من مكانك. وبتدور على ابنها، بتلاقيه ماسك سكينة وبيشيل الدهان اللي على المرايات، وتطلب منه ان يسيب السكينة، فبيسيبها وبيجري. وبتدور عليه تاني وبتشوف صورته في المية وبيجرحها في وشها. وبيوصل بين وإسكار لمكان المرايات، وبتكون الأرواح اللي في المرايات مثارة جدا. وبيدخل آنا إسكار لغرفة المرايات الكتيرة وبيربطها في الكرسي كويس، وبتكون آنا إسكار مغمضة عينيها. وأخيرا إيمي بتلاقي ابنها بيلعب في المية، ولما بتيجي تمسكه صورته بتشده للمية، وأمه بتصرخ وما بتعرفش تطلعه كأنه بيغرق مع إنها شايفاه. وآنا بتكون لوحدها في غرفة المرايات، والأرواح بتضايقها، وبيكون في أشكال مخيفة بتظهر على وشها لغاية ما بتفتح عينيها، فالمرايات كلها بتتكسر وبتنفجر. وإيمي بتطلع ابنها في نفس الوقت، والانفجار بيكون شديد، وبين بينور كشافه بعد ما المرايات بتنفجر واتدمرت تماما عشان يشوف إسكار. بيكون شكلها مرعب ومخيف جدا، وبتهجم عليه، وبتكون قوية وسريعة جدا، وبتضربه وبتطيره من مكان للتاني، وبتحدفه يمين وشمال، وبيحاول يضربها بالرصاص لكن ما بيأثرش لغاية ما بيمسكها وبيحط ظهرها على خشبة مدببة وكانت هتتحرك تاني، فبيضرب بالرصاص فبيجي على الغاز، والنار بتولع في كل مكان، وبيحاول يهرب وحاجات كتير بتقع. وفي تاني يوم الصبح بيخرج من تحت الأنقاض، وبيلاقي الأسعاف والشرطة والمطافي بره، وبيكتشف محدش شايفه، وبيشوف الكلام مقلوب، حتى زميله مش شايفه. وبيعدي الشارع وبيلاقي مراية وبيحط ايده عليها، ومن بره ما بيظهرش غير أثر ايده فقط، وبيكون هو كمان بقى روح. وبكده يكون فيلمنا خلص. لو عجبكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة، وسلام.